اللي أنا جبتها. هنا بقى كنت باسلِّم عليكم، كنت روّحت البيت بعد ما اشتريت الحاجة كنت باورّيها لكم هي على السفرة. وكنت باقول لكم بقى إيه رأيكم في القفطان القمر اللي أنا لابساه. طبعًا أنتم شفتوه. ده يا جماعة اللي حماتي جابته لي من السعودية. حبيت بقى ألبسه النهارده كده علشان أحسّسكم بقى بأجواء الرمضانية الجميلة اللي كلّها بقى إيه بنلبس فيها عبايات وحاجات واسعة وكُفتان بقى. فحبيت النهارده كده ألبس لكم القفطان القمر ده تقولوا رأيكم فيه إيه. طبعًا بقى ده أول part كده من المشتريات. أنا النهارده اشتريت شوية حاجات صراحة للمطبخ، يعني في حاجات كنت عايزاها عشان بقى العزومات وكده، فاشتريت شوية حاجات بقى علشان كانت ناقصاني صراحة. فقُلت أفرّجها لكم. ولسه بقى part 2 هانزّل بقى الaccessories والديكورات بقى اللي أنا هازيّن بيها الreception. فالجزء بتاع النهارده كان هيبقى عن مشتريات المطبخ. هنا بقى كنت باورّيكم طقم الصواني القمر ده. هُم 2 كده في بعض gold. أنا جايباه برضه عشان التقديم بقى تقديم العصاير بقى في رمضان وكده. والعزومات وكده، فكنت عايزة بقى صواني شكلها شيك كده للتقديم، وفي نفس الوقت كده شكلها فخم، فاشتريت الصينيتين دُولة. دول يا جماعة سعرهم مش رخيص. بس هُم كده يعني للديكور، يعني مش هاستخدمهم كتير غير مثلًا في العزومات المهمة بس. واشتريت بقى هنا الصينية ديّة. دي جرانيت يا جماعة. والجرانيت طبعًا غالي، أنتم عارفين الأسعار طبعًا عاملة إزاي. صراحة دفعت فيهم جامد، الصينية ديّة والطاسة اللي هي معاها في الطقم. صراحة الاتنين كلّفوني كتير يا جماعة، دافعة فيهم يعني مبلغ وقدره للعزومات وكده. بس أنا صراحة يعني مش باسترخص في الحاجات اللي هي بتاعة الأكل بالذات، علشان جودة الأكل، وعلشان طبعًا أنتم عارفين المواد المسرطنة اللي بتبقى في الحلل بقى والصواني والطاسات والحاجات دي. فالحاجات دي بالذات أنا مش باسترخص فيها أبدًا. فهُم غاليين بس هيعيشوا معاكِ. يعني حاولي بجد في الحاجات اللي هتعملي فيها الأكل ما تسترخصيش فيها أبدًا، هتعيش معاكِ وهتطلّع لِك الأكل جودته حلوة، تمام. بس جِبت بقى مجّات، طقم مجّات كده. أنا صراحة عاشقة المجّات، يعني أنا عندي كمية مجّات يا جماعة والله رهيبة، من جوازي بقى وأنا باجيب أصلًا في مجّات، وكل ما تعجبني مجّات أنزل أشتريها. يعني أنا باحب الأشكال أوي بتاعتها. بتفرّحني بجد، ألواناتها بقى كده، الرسومات اللي بتبقى على المجات أنا باحبها جدًا. وكل يوم الصبح بقى لازم أطلّع مَج جديد كده، يعني عندي متعة بقى كل يوم كده باطلّع مَج جديد أشرب فيه، ده كده بجد بيخلّي يومي حلو. مزاج عندي بجد يا جماعة. هنا كنت باقول لكم أنا عندي مزاج كده كل يوم أطلّع مَج أعمل فيه حاجة جديدة. وجِبت بقى يا جماعة الطقم كده، مش عارفة اسمه إيه يا ربي، طقم خُشاف، مش عارفة اسمه طقم إيه. بس الطقم ده كنت جايباه كده علشان بقى الحلويات، وأنتم عارفين رمضان بيحب الحلويات. فرُز بلبن بقى، كنافة، بسبوسة، الحاجات بقى الحلوة دي يا جماعة. فجِبت برضه الطقم ده، عجبني، فقُلت أجيبه لإن أنا باحب أعمل رُز بلبن كتير، فكنت محتاجة بقى الطقم الجميل ده، برضه في التقديم هيبقى شكله حلو بقى للعزومات وكده. فعجبني فجِبته. يعني هو حلو، هو عبارة عن مش عارفة اسمها إيه، البولة الكبيرة دي اللي هو يعني الصينية الكبيرة بتاعته، ومعاها بقى ال6 أطباق صغيّرين، حلوين يا جماعة، وشكله تحفة برضه في التقديم وكده وللديكور. مش فاكرة كان بكام يعني، بس هو يعني مش غالي ولا رخيص. لو عايزين الأسعار بالضبط ممكن أكتبها لكم في الكومنتات، تمام. جِبت بقى يا جماعة كده فرعين. أنا لسه ما جِبتش كل حاجة، بس دول برضه عجبوني جِبتهم. الفرعين فرع كده عبارة عن فانوس وفرع هلال، الاتنين مع بعض، تمام. عجبوني ومش أول يعني حاجة أجيبها، لسه هاجيب حاجات تانية زي ما قُلت لكم، ده أول part. لسه هاجيب برضه كذا حاجة عجبتني. لإن أنا عايزة أعمل ديكور بقى في البلكونة، وعايزة أعمل ديكور في الreception، وهاعملهم الاتنين ده كل واحد في فيديو وهاوريه لكم. أنا في دماغي كده شوية أفكار عن الديكورات والفرش بقى بتاع رمضان للبلكونة والreception. هاعملها لكم كل واحد في فيديو زي ما قُلت لكم، وتقولوا لي رأيكم إيه برضه. هنا كنت باوريكم من قريب بقى شكلها إيه. بجد تحفة، لمّا بينوّروا برضه بيدّوا شكل جميل أوي.
دول بقى كنت ناوية احطهم في البلكونة. لسه بقى حاجات الريسبشن هجيب لها بقى ديكورات تانية المرة الجاية ان شاء الله. وبرضو عجبني الطقم ده للمطبخ ده، بيتلزق بقى كده على الحيطة، بيبقى برضو للديكور شكله حلو، بيدي شكل مميز كده في المطبخ. عجبني، دي الرسمة بتاعته اهي، كنت بوريها لكم في الورقة. هجيب له بس لزق كده والزقه لما افرش برضو المطبخ لرمضان. هوريكم بقى جولة كده في المطبخ بعد الفرش وبعد الديكور اللي انا هعمله في المطبخ. الطقم ده برضو جميل يا جماعة ومش غالي بجد يعني. حلو وشكله حلو مميز كده، يعني هيديكي لمسة كده في المطبخ شكلها حلو. بس وجبت ايه تاني بقى، جبت الكفر بتاع المخدات اهو، فنانيس يا جماعة انا بحبهم قوي. جبت كده كفرين، ولسه برضو كنت هشتري حاجات تانية. انا كنت اصلا نازله وناويه ان انا اشتري حاجات للمطبخ بس. وصراحه حاجات المطبخ يا جماعه غاليه قوي قوي بجد، يعني الصينيتين اللي هم بتوع الجرانيت والطاسه دي بجد يعني خدوا مني جامد قوي، يعني ما كنتش عامله حسابي اللي هم يبقوا غاليين قوي كده. فقلت بقى النازله الجايه هنزل بقى اشتري شويه ديكورات حلوه كده للريسبشن وللسفره، بقى هشتري مفرش وهشتري بقى ستارة نور وهشتري بقى كذا حاجه كده. دول بقى يعني حاجات بسيطه كده، قلت للبلكونه بالمره اجيب لها كده كذا حاجه. ده كان فرع برضو للزينه للبلكونه عجبني، فقلت اجيبه. دول كانوا اتنين في بعض، هو طويل يا جماعه، يعني هيكفي معاكوا يعني هيكفي معاكوا يعني حبه حلوين. تمام. ده برضو فرع كان عندي، كنت شارياه لرأس السنة. كنت عايزة اعمل بقى شجرة اللي هي بتاعة الكريسماس وازينها وكده، بس صراحة ما كانش عندي وقت وحصل لي ظرف كده فما عملتش حاجة. فكنت بوريها لكم برضو اهو. الفرع ده هو كبير، فقلت بقى رمضان داخل اهو هستغله في اي حاجة بقى في البلكونة. ده برضو فرع نور شكله تحفة. لما اعمل بقى الديكور بتاع البلكونة برضو هحطه. جميل يا جماعة وكبير يعني، مش فاكرة كام متر كده بس هو كبير يعني. كان 150 حاجة كده يعني. بس حلو. وجبت بقى ايه تاني، طقم الكوبايات دوت عشان العصير بقى بتاع رمضان وكده. برضو عجبني. فيه كده وردة كده بارزة كده من على الجنب، صراحة شكلها حلو ولونها حلو. اهي كنت بوريها لكم عن قريب. جميل يا جماعة، هو الطقم ست كوبايات كبيرة للعصير. عجبني برضو فجبته. بس هنا كنت بقول لكم اللي هو 6 كوبايات. وايه تاني، ده فانوس بقى يا جماعة، جوزي كان جايبهولي، صراحة بحبه قوي وقلت لازم اوريها لكم. هو ده اصلا كان عندي يعني، ده مش جديد، ده كان عندي. هو دي بقى يا جماعة ما كنتش بستخدمه، كنت بحطه كده بس على البوفيه او في اوضه الاطفال. فانا ناويه بقى السنه دي ان شاء الله ان انا اعمل له كده ديكور حلو في الريسبشن. هشتري بس جنبه كده شويه حاجات وهعمله ديكور كده لوحده في الريسبشن، او ممكن اعمله كده اشوف مكانه فين، يعني احطه مثلا عند السفرة كده او عند البوفيه، ولا مثلا احطه كده تحت الشاشة عند التي في يونت وكده، واعمل برضو كده جنبه شوية ديكورات. لسه مش عارفة يعني، لسه لما اشتري بقى باقي الحاجة هشوف بقى ان انا يعني هعمله ازاي مع الديكور بقى وكده. هنا بقى كنت بوريهولكوا اهو. هو صراحة عليه صور كده مجمعة، صور الخطوبة بقى، صور الجواز أول صورة مع بعض. صراحة يعني الفانوس ده غالي عليا لأنه فيه ذكريات حلوة يعني صراحة. هنا بقى طقم الشمعدان ده يا جماعة برضو ده كان عندي. بس أنا ناوية إن أنا أجدده، هجيب له بقى الشمع اللي هو بتاع الديكور ده، هحطه فيه وهدخله برضو في ديكور رمضان. هاجيب له برضو شوية حاجات تاني معاه. استنوا بقى يا جماعة الفيديو بتاع الفرش بتاع الديكور. ناوية اعمل كده صراحة شوية افكار حلوين، وتقولوا رأيكم ايه بقى بعد الفرش وكده، وعجبكم ولا لأ. ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية
ناوية أعملها، بس يعني قبل رمضان بشوية، لإن أنا عندي الدنيا بتتكركب على طول وتراب يعني إيه، فأنا بقى ناوية إن أنا أفرش قبل رمضان يعني بيوم أو بيومين، أعمل الديكور وكده علشان بقى إيه، أحس بأجواء رمضان قبليها بيوم أو بيومين. هنا بقى كنت باوريكم الفيديو المجمّع الحاجات دي بقى الحاجات كلّها اللي أنا اشتريتها يا جماعة، كنت باوريها لكم أهي على السفرة. بجد عاجباني المخدات أوي بتاعة فوانيس دي، تحفة. مبسوطة بجد إن أنا اشتريت شوية حاجات قمر. بجد أنا لمّا باشتري حاجة باحس كده بطاقة أصلًا وراحة نفسية جميلة، الحاجات الجديدة بتفرّحني، فانتظروا إن شاء الله part 2 من المشتريات وفيديو الفرش، وإن شاء الله بقى كده يكون إن شاء الله الفيديو عجبكم واستفدتوا حاجة وعجبكم المشتريات، ومستنية بقى الكومنتات بتاعتكم الجميلة اللي بتفرّحني. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد كده وبارت 2 من مشتريات جديدة وفرش جديد، وأشوفكم في فيديو جديد، وهتوحشوني أوي ومع السلامة.